أبوي حسين ميت وعمي عباس هم ميت، بس عمتي زينب وياي. ويا من جاية؟ ويا عمتي زينب. أنت زينب؟ إيه. وين قاعدة تسوين؟ ربك تزوريه؟ هي خلتني هنا وراحت، بس تأخرت علي. ما أدري عمو عطشانة بس تجيب لي مي. عبد الله بابا هذا مي تجيبه. اعتمد على عمي عباس. عمك وين عمك عباس؟ عافني وراح. وين راح؟ والله ساعديني لا توقفيني وحدي. وديك جماعة العتبة يصيحون بالسماعة يصيحون لعمتك تجيلك. كلها عافتني بقيت بس لا تعوفوني. كلها عافتني بقيت بس لا تعوفوني. لا خالة أخاف. لا تخاف من حبيبتي نروح النادي؟ لا أخاف خالة، أخاف من الشرطة. لا حبيبتي لا تخافي. زين عمو امشي وياي خلنا اوديك. ما أقدر عمو، ما أقدر، أخاف. ما حد وياك هنا؟ ما حد، بس عمتي وعافتني وراحت. وين راحت؟ ما أدري، قالت هسه اجي وتأخرت علي. هي قالت لي وقف هنا بس تأخرت علي، راحت عافتني وراحت. هنا يعني؟ إيه هنا. بغداد محافظة؟ إيه بغداد. وين بغداد؟ ما عندك. زين شلون؟ شو اسمك انتي؟ اسمي رقية. مو هي عمتي قالت تنتظريني أنا شوية وأجي عمتي زينب، بس هي راحت وبعد ما جت. يعني والله يمي ما تخافي، لا تخافين. تروحون بس باسمها مثلا على مود تندلج وين؟ لا عمو أنا خاف من الشرطة، عمو لا تصيح. لا مو شرطة، لا تروحون باسمها. زين؟ سود عليك. نعم، كان لابد أن ندخل ونسمع الناس ونعرف اللي حسوا بهاي اللحظات. السلام عليكم. السلام. هاي تجربة اجتماعية. نعم. مرت تعوفها لين اسمها رقية. لا والله مو بالصدق. قالت لك ابوي حسين وعمي عباس. إيه. ايش جاب بالك؟ يعني والله احنا واقع الطب حقيقة عايشة ويانا كل يوم، وين ما نروح بعملنا بكل مجالات حياتنا، وين ما نروح حقيقة مصيبة الإمام الحسين وعيال الإمام الحسين هي دائما ويانا. بعد ما قالت لك عمي عباس وابوي الحسين ماتوا، نعم. كان ممكن انه تعوفها وهي باقية؟ لا ما اقدر، ما اقدر. كلش يعني جسمك شعر بدني يعني ما ممكن تشعر أعوف. بدنك؟ نعم، وما ممكن اعوف الاسم. اي شيء. الله، ما ممكن اعوف الاسم ابد طالما أبد. اسمها رقية حسين. كلش يعني اثرت بي كلش. من اول ما نطقت اسم رقية تاثرتي انت؟ نعم صح. سلام الله عليها سيدتي ومولاة رقية. طبعا جسمي كله يرجف للأمانة. ما اعرف شو اسوي، والمنا هذا الموقف كلش بالله العظيم. ذكرني بسيدتي ومولاتي رقية عليها السلام.